إلا سولتوني على ما يعني فين وصل الاستثمار في المغرب، والجهة من الجهات أكثر جاذبية للاستثمار واستبطانا لشركات كبرى، فإن الاستثمار في بلادنا والحمد لله في وضعية جد مشرفة، وتوافد ديال الشركات العالمية والوطنية كذلك باش تحقق الاستثمارات ديالها تتشهد بهذه الدينامية هذه. تنهضروا على 9 ديال دورات اللجنة الوطنية للاستثمار اللي صدقت على 250 مشروع استثماري، قيمة 414 مليار درهم، خلق 170 ألف منصب شغل، ناهيك على المشاريع المستوى الجهوي ودوات التفعيل ديال الجهوية المتقدمة، المشاريع اللي أقل 250 مليون درهم، مئات المشاريع. وأخيرا انطلاق دعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة اللي تشرف رئيس الحكومة إعطاء انطلاقة ديال المدينة الرشيدية، اعترافا لنا ورغبة لنا تفعيل توجيهات الملكية السامية باش ننميو المغرب في كل أنحاء المغرب، واحات وجبال ومناطق نائية تأخذ الحق ديالها في التنمية وفي الاستثمار بصفة خاصة. اختيار ديال الرشيدية كالتزام مع المغرب كامل، حنا بغينا المغرب يكون في جميع مناطق المغرب يكون المواطن عنده استثمار ديالو، عنده الشغل ديالو، خصوصا الشباب ديالنا. ما نقبلوش على راسنا ان الشباب ديال المناطق البعيده خصهم يتفرقوا على عائلاتهم باش يجيو يخدموا في المناطق اللي اكثر جاذبيه للاستثمار، ونهضروا عليه المحور ديال طنجه الدار البيضاء. بل بغينا الشاب من الرشيديه يبقى في الرشيديه، واللي في سوق الاربعاء يلقى الخدمه ديال تمايا في المستوى اللي قرا عليها وتعذب عليها واللي صرفوا والديه عليها. وكذلك في حاحه وفي جميع مناطق المغرب ان النمو يكون في جميع والتنميه تكون في جميع مناطق المغرب.